ده من أصعب الريفيوهات اللي عملتها لأني بجد مش عارف أقول المكان ده كويس ولا عادي. فتعالوا أحكي لكم. كنت ناوي أنزل أكتوبر أصور كام حاجة، فلقيت إن أهم وأشهر مطعم هناك هو روستو، واكتشفت وأنا بدور إن ليه فروع تانية، فرحت أقرب فرع ليا كان فرع المقطم، هو موجود في شارع 9 عند ميدان النافورة. طلبت حاجات كتير من عندهم، خدت الحاجات بره عشان نبقى براحتنا. طلبنا أول حاجة وجبة بروست 3 قطع فخد، وسامر طلب وجبة زيها بس صدر. الصدر بيزيد 5 جنيه عشان يبقى ب 95 جنيه. هي بتبقى ورك ودبوس وجناح، فهو فرض عليك الجناح في السعر ده. بتيجي في بوكس كده، بيجي معاها بطاطس وعيش ومخلل وتوميه حاره، فالتغليف عندهم بصراحه فيه اهتمام شويه. اول حاجه البطاطس طعمها حلو، ودي نوعيه البطاطس اللي بحبها، اللي بتبقى ملحمه كده فبتشبع، والبهارات حلوه وكميتها كمان حلوه مع الوجبه. وهنا بدات احتار بقى. البروست طعمه حلو ومستوي كويس، والبريدنج بتاعه مظبوط، هو بس بيتهيألي لو كان سبايسي شويه كان هيبقى فيه طعم عن كده، واحنا ما اتسالناش واحنا بنطلب بصراحه سبايسي ولا عادي. مشكلته بقى الكبيره ان الفرخه صغيره جدا جدا جدا، يعني دبوس صغير جدا، يعني يا دوبك بتقطم اول قطمتين خلاص كده مفيش اي لحم تاني جوه. وجبه الصدر بقى كان فيها ضحك شويه، في قطعه جناح زي ما متفقين. الغريب ان في قطعه ما فهمناهاش، يعني ده بريدنج بالغلط ولا دي قطعه ولا ايه. وما كانش فيها لحم كتير، فممكن تكون غلطه ما بتتكررش، فخلينا ما نقفش عندها كتير. والصدر سامر داقه نفس تعليق السبايسي، بس قطعه الصدر نفسها حجمها متوسط شويه. الغريب بقى ان الجناحين اكبر من الورك والصدر اصلا، فبصراحه بالنسبه للسعر والمحلات البروست التانية اللي بقوا كتير جدا، في احسن من كده. تاني حاجه جربتها كانت سندوتش شاورما فراخ اكس لارج بسعر 58 جنيه، وده سعر حلو جدا دلوقتي. بس الفكره انه ما طلعش اكس لارج، ممكن تقول عليه لارج. بالرغم ان الاكل كان بارد شويه، بس الشاورما كانت طعمها حلو وتتبيلتها وكميتها حلوه، والتوميه اللي بتيجي معاها طعمها حلو قوي. فالسندوتش ما فيهوش كلام بصراحه، غير اني بيتهيألي لو كان سخن كان هيبقى اجمد كمان من كده. وده اخدني على فتة شاورما ميكس لحمه وفراخ، ودي سعرها 80 جنيه. هي الفته السوريه مختلفه شويه، بتبقى علبه كده ونصها رز تقريبا وشويه عيش، وبعد كده كام شريحه شاورما لحمه وشاورما فراخ، وبيجي معاها توميه برضو بره عشان اكيد هتحتاجها. شاورما الفراخ عجبتني اكتر من اللحمه، يعني تحس تتبيلتها باينه شويه، اللحمه ما حسيتش بطعمها اصلا. وكمان هنا بس حاسس كميه الشاورما مش كتير، يعني يا دوبك من فوق كده، بس الرز اكيد هيشبعك. فهو الرز طعمه حلو، بس فيه طعم بهارات باين فيه شويه، واكتر طعم في البهارات باين هو طعم القرفه. بس على السعر بالنسبه لبره فسعرها كويس جدا. لقيت حاجه مستخبيه كده كنا نسينا، هي براك جبنه، المفروض ان هي مقبلات بس انا نسيتها بصراحه. الواحده سعرها 9 جنيه، وهي بتبقى شبه السمبوسه كده بس مربعه. احنا جبناها جبنه، ودي من احلى الحاجات اللي دقتها هناك، مع انها بسيطه، بس لو اتحط جواها موتزاريلا بتشد كده هتبقى احلى واحلى. طلبت كمان نص فرخه مشويه على الفحم، دي وجبه محمله بقى، يعني بتبقى نص فرخه وتحتها رز وبطاطس، وبيجي معاها مخلل وتوميه سبايسي. والوجبه دي كلها سعرها 135 جنيه. الفرخه هنا حجمها معقول وعليها صوص كده انا ما فهمتهوش بصراحه، وما فهمتش لازمته ايه، لان حتى طعمه مش باين. ريحه وطعم شوي الفحم باين في الفراخ، وعجبني الورك عن الصدر لان الصدر كان ناشف شويه، وتتبيله الورك برضو كانت باينه اكتر. الوجبه دي غالبا هتبقى احلى لو اتاكلت هناك، لانها كانت بردت شويه على ما وصلنا لها، وده تقريبا السبب اللي خلاها تكش شويه كده. بس مجملا الفراخ نظيفه برضو، وطعم الرز نفس تعليق القرفه، وده طبعا ذوق شخصي، ممكن تكون في ناس بتحبه كده. اخر حاجه جربتها كانت سندوتش زنجر. السندوتش سعره 68 جنيه، حجمه جامد جدا جدا بقى، بتاعتين ستريبس كبار وبطاطس وكول سلو جوه الساندوتش، فلو مش بتحب اي حاجه من الحاجات دي لازم تقول له يشيلها. المشكله ان الحاجات دي قعدت شويه مع بعض فبقوا عشره كده، فالفراخ طبقتها الخارجيه طريت، ده غير كمان ان طعم الكول سلو المسكر مع الفراخ بعد ما طريت مخليه الموضوع مايع كده شويه. الزنجر عاده بيبقى سبايسي، فهنا في طعم حراره بس طعم شط عادي، يعني مش هتبهرك قوي. تجربه النهارده انا خايف اظلم المكان، وفي نفس الوقت انا ما اتبسطتش قوي بالاكل، يعني في حاجات حلوه زي الشاورما بس البروست مثلا ما عجبنيش، وفي حاجات عاديه، وفي حاجات حاسس ان هي لو اتاكلت وهي سخنه هتبقى احلى. هحاول باذن الله اجرب روست مره تانية، وهحاول التجربه تبقى في فرع اكتوبر كمان الفرع الاصلي، بس لحد ما يحصل ده اكتر حاجه ممكن الخص بيها روستو الاسعار يا جماعه. بالنسبه لدلوقتي هي فعلا اسعار كويسه جدا، فعاوز اسمع تجربتكم ورايكم في روستو. هل جربتوه قبل كده؟ هل انتوا في اكتوبر وجربتوه فرع اكتوبر احسن من فرع المقطم؟ وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وفولو على الانستجرام وفولو على فيسبوك. ولو حبيت تشتري حاجه من على نون فهي منزله شويه خصومات كده وعروض بمناسبه عيد الاضحى، ممكن تدخل البروم كودز دي وانت بتشتري، وهتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.